يراد للمسلم أن يتمثل أخلاق السفهاء عن طريق ماذا؟ اليوم الجوال يربي، التلفزيون يربي، السوق يربي، الشارع يربي، المدرسة تربي، المسجد يربي، الأسرة تربي. ولذلك تعددت التربيات للشباب. تجد الشاب من أسرة متدينة، أسرة محافظة، وتجد الولد خرج عن الشخط كما يقولون، خرج عن الخطوط الحمراء، وتجد أن لبسه غير لبس أهله اللي تعودوا عليه، وقصات شعره تغيرت. ايش صابك؟ وبدأ يقلد. لماذا؟ تابع برامج في الجوال، تابع برامج في التلفزيون، تابع لعاب مشهورين اشتهروا، يريد أن يشتهر. صاحبنا اغتر بالموضات، واغتر بالقصات، واغتر يعني باللبس الضيق، واغتر بكذا وكذا، وبدأ ايش؟ بدأ يقول يا أخي الناس عايشين حياتهم، وإحنا لما متى نجلس هكذا أنا والمعوز وأنا والشميز وكذا. وبدأوا يسوقون من أبناء جلدتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء جلدتنا مسلم، يبدأ يقول لك يا أخي حتى لبس المسلمين لبس متخلف. يا سبحان الله. إخواني اليوم أنتم رجال، العسرة هذه اللي أنت لابسها والثوب هذا أنت رجل بكل ما تعني الكلمة. أنت عربي ولست أجنبي، أنت متبع لحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، ولم تأتي بجديد من هنا أو من هناك. لا يريدون لك الخير. من يجرجرونك إما عبر الجوال برامج تشاهدها، أو عبر التلفزيون، أو عبر أي شيء، هؤلاء يريدون أن يجرجرونك، يسلخوك سلخ من دينك. يسلخوك سلخ من ايه؟ من دينك، من أخلاقك. أنا أخلاقي تفرض علي ألبس هذا اللبس، عاداتي، تقاليدي، آبائي، أجدادي يلبسون هكذا. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هم خير قرن عاش في هذه الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عاشوا محافظين على كرامتهم، محافظين على قيمهم، مبادئهم، محافظين على هيئاتهم، سلوكياتهم. من عرفوا؟ قدوتنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صحابة الكرام رضي الله عنهم نشروا الإسلام في الشرق والغرب، وصلوا إلى خلف الأنهار والبحار يبلغون دعوة الله عز وجل. ما قلدوا أحد.